السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب أولى ثانوي دفعة 2026 مع تاني حصة في منهج الترم التاني. خدنا الحصة اللي فاتت بداية المنهج في الجبر وخدنا المصفوفات وبدأنا ندردش عليها ونعرف يعني إيه أصلا مصفوفات. النهاردة هندخل في تاني جزئية وهي جمع وطرح المصفوفات. بس قبل ما نبدأ حصة النهاردة عايزك تنزل تحت في الكومنتات تقول لي أنت بتتفرج على الفيديو ده من أنهي محافظة، علشان عايزين نعرف مين أكتر محافظة بتتفرج على الفيديوهات بتاعتنا. وحابب أقول لك بشرة خير إن الدرس ده هتكون أنت خلصت محتوى فبراير بس في الجبر بس، لسه في فروع تانية هناخد فيها حاجات عشان ما تيجي تدخل اختبارات شهر فبراير تكون مجهز كل حاجه ومخلص ومراجع من بدري وتبقى سابق زمايلك كمان. عايزك تنزل دلوقتي حالا تدخل الشانل الواتساب عشان تعرف مواعيد الحصص اول باول، وكل المطلوب منك يا سيدي انك تشير الفيديو ده لاصحابك لان الفيديو ده معمول صدقه جاريه على روح والدتي الله يرحمها، وما توقفش الخير عندك وانت كمان خد لك شويه حسنات. دلوقتي هات كوبايه الشاي بتاعتك وورقه وقلم ويلا بينا ندخل في جمع وطرح المصفوفات. خدنا المره اللي فاتت لما كان بيقول لي المصفوفه الف بتساوي المصفوفه ب، كنا بنيجي نقول العنصر لو انت فاكر الف واحد واحد هيساوي العنصر ب واحد واحد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني العنصر اللي في الموضع ده في المصفوفه هيساوي العنصر اللي في الموضع ده في المصفوفه. طب ده علاقته بالجمع والطرح هندسه؟ ده اساس الطرح والجمع يا ريس. قال لك يا سيدي لما بتيجي تجمع او تطرح بتطرح او تجمع العناصر المتناظره. يعني انا عندي المصفوفه دي 2 في 2 ودي مصفوفه 2 في 2. قبل ما نبدأ هو أنا ممكن أجمع مصفوفة 2 في 2 مع مصفوفة 2 في 3؟ استحالة. طب أطرح مصفوفة 1 في 3 من مصفوفة 3 في 1؟ استحالة. لازم يكون المصفوفتين على نفس النظم عشان أبدأ أصلا أجمع وأطرح فيهم. خلاص يا هندسة احنا عرفنا دي 2 في 2 ودي 2 في 2، يبقى أنا ينفع إيه؟ أجمع وأطرح. أجمع مين وأطرح مين؟ قال لك العناصر المتناظرة. أجمع التلاتة مع الأربعة تبقى 7، 1 و5 يبقوا 6، -2 وسالب 6 سالب 8، -7 و9 موجب 2. دي المصفوفة الناتجة عن الجمع دول. طب والطرح يا هندسة؟ قال لك في طريقتين عشان تطرح. ممكن تطرح على الطريقة دي او ممكن تدخل السالب ده جوه تضربه في المصفوفة كلها وساعتها تقلب دي لموجب. تعالى نعمل الطريقة الأولانية وبعد كده نعمل الطريقة التانية. 9 ناقص 5 ب4، 2 ناقص 7 بسالب 5، -3 ناقص 4 بسالب 7، 1 ناقص سالب 3 يعني 1 زائد 3 يديني 4. طب لو انا كنت ضربت السالب جوه وخليت دي موجب، ضربنا هنا في سالب هنا في سالب ودي بقت موجب، حلها يا باشا جمع عادي. 9 زائد 5 موجب 4، 2 وسالب 7 سالب 5، -3 وسالب 4 سالب 7، 1 و3 4. دول الطريقتين حل باللي يريحك. في المسألة دي بيقول لي أ -4 سالب 1 سالب 3 سالب 7 وب 2 سالب 7 8 سالب 1. اوجد 2 أ زائد ب مدور. يا هندسة احنا كنا بنجمع أ زائد ب مصفوفة زائد مصفوفة. ايه الكلام ده يا باشا؟ الكلام بسيط. هو مش عايز 2 أ، اقول له 2 أ هتساوي اضرب 2 في المصفوفة، واخدنا الحصة اللي فاتت اضرب 2 في كل عناصر المصفوفة. 2 في سالب 4 بسالب 8، 2 في سالب 1 بسالب 2، 2 في سالب 3 بسالب 6، 2 في سالب 7 بسالب 14. ايه تاني يا ريس؟ هو عايز ب مدور. تعال نجيب له ب مدور يا باشا. دور لي المصفوفة. الصفوف تبقى أعمدة والأعمدة تبقى صفوف. 2 وسالب 7 ده أول صف يبقى أول عمود، 8 وسالب 1 يبقى العمود الثاني. هو عايز 2 أ زائد ب مدور. هقول له 2 أ زائد ب مدور بقى، ب مد ب مدور اللي يعجبك. خد كمان ملحوظة، عشان تجمع مصفوفتين الناتج بتاعهم بيكون النظم بتاعه نفس نظم المصفوفتين الأصليتين. يعني دي 2 في 2 ودي 2 في 2 يبقى الناتج هيبقى 2 في 2. اجمع له يلا 2 أ وب مدور. سالب 8 و2 بسالب 6، سالب 2 زائد 8 ب6، سالب 6 سالب 7 بسالب 13، سالب 14 سالب 1 سالب 15. هو ده الناتج اللي هو عايزه. هنا جايب لي بقى المره دي 3 مصفوفات، وانا ينفع يا هندسه اجمع 3 مصفوفات؟ انت ينفع تجمع ان شاء الله مليون مصفوفه، انت فارق معاك اهم حاجه يكونوا من نفس النظم وتجمع العناصر المتناظره. هو عايز هنا 2 أ ناقص 3 ب زائد 5 ج. تعال نجيب له كل مطلوب لوحده كده في جنب. 2 أ هيساوي 2 في 2 ب4، 2 في 5 ب10، 2 في 3 ب6، 2 في سالب 4 بسالب 8. واللي مش واخد باله احنا بنضرب العدد في كل عناصر المصفوفة. طب ايه تاني؟ ممكن اضرب 3 ب مرة واحدة وممكن اضرب سالب 3 ب. تعال نقول له سالب
3 ب هيساوي سالب 3 في سالب 1 بموجب 3، سالب 3 في موجب 4 بسالب 12، سالب 3 في موجب 9 بسالب 27، سالب 3 في سالب 2 بموجب 6. عايز ايه تاني؟ 5 ج. 5 في 6 ب30، 5 في سالب 1 بسالب 5، 5 في سالب 3 بسالب 15، و5 في 5 ب25. هو عايز ايه؟ هو عايز مجموع كل دول. هقول له 2 أ ناقص 3 ب زائد 5 ج هيساوي 4 و3 7. 7 ومعانا 30 تبقى 37. 10 وسالب 12 تبقى سالب 2. سالب 2 وسالب 5 هنا عند الجيم تبقى سالب 7. 6 وسالب 27 يبقى سالب 21. سالب 21 وسالب 15 يبقى سالب 36. سالب 8 و6 بسالب 2. سالب 2 و25 تبقى 23. وهو ده اللي هو عايزه. في المسألة دي بيقول انت عمال تحل بقى مصفوفة 2 في 2 زائد مصفوفة 2 في 2. تعال نجرب بقى المصفوفة 3 في 3. بيقول لي ايه؟ مدينا مصفوفتين أ وب، وبيقول لي اوجد 2 أ ناقص 3 ب، وهو نفس الطريقة اللي بنحل بيها. اقول له 2 أ هتساوي 2 في 4 ب8، 2 في 8 ب16، 2 في سالب 6 بسالب 12، 2 في 2 ب4، 2 في سالب 4 بسالب 8، 2 في 8 ب16، 2 في 6 ب12، 2 في 12 ب24، والاتنين في صفر بصفر. ايه تاني؟ سالب 3 ب. هقول له سالب 3 في 2 بسالب 6، سالب 3 في سالب 9، سالب في سالب بموجب، و3 في 6 ب18، سالب 3 في 2 بسالب 6. وانا عايز اقول لك حاجه، لو انت عطلان في ضرب السوالب اضرب في 3 بس وابقى خليها طرح عادي، ما تستخدمش الطريقه دي، استخدم الطريقه اللي حلينا بيها في اول مره. سالب 3 في 4 بسالب 12، سالب 3 في سالب 10 بموجب 30، سالب 3 في صفر بصفر، سالب 3 في سالب 1 بموجب 3، سالب 3 في 8 بسالب 24، سالب 3 في سالب 4 بموجب 12. هو عايز ايه؟ هو عايز 2 أ ناقص 3 ب. اجمع له الاثنين على بعض وما تجيش تقول لي انا هطرح دي ناقص دي كلها على بعضها سالب 3 ب. فلما تقول ان دي زائد دي هيها 2 أ ناقص 3 ب. لو انت عايز تقول دي ناقص دي ما كنتش هتضرب في سالب 3، كنت هتضرب في التلاتة بس. تعالى يا باشا نجمع 8 وسالب 6 2، 16 و18 32، سالب 12 وسالب 6 سالب 18، 4 وسالب 12 سالب 8، سالب 8 زائد 30 22، 16 وصفر 16، 12 و3 15، 24 ناقص 24 بصفر، صفر زائد 12 ب12، وهي دي المصفوفة. مديني برضو مصفوفتين 2 في 2 و2 في 2. بيقول لي اوجد المصفوفة س حيث 2 ب زائد 3 س بيساوي أ. لو انا عايز اجيب س هقول له ايه؟ هقول له 3 س هتساوي أ ناقص 2 ب. هطير التلاتة دي هقوم قاسم على 3، ولكن خلينا نقول ان 3 س بيساوي أ ناقص 2 ب، وبعد ما نجيب المصفوفة دي نبقى نقسم على 3. المصفوفة بتاعت أ قدامنا، طب 2 ب؟ لا مش 2 ب، ده سالب 2 ب. اقول له سالب 2 ب هيساوي سالب 2 في 1 بسالب 2، سالب 2 في 2 بسالب 4، سالب 2 في سالب 2 بموجب 4، سالب 2 في 4 بسالب 8. اجمع له يا باشا ايه؟ أ ناقص 2 ب هيساوي سالب 1 وسالب 2 سالب 3، 1 وسالب 4 سالب 3، 2 و4 6، 5 ناقص 8 بسالب 3. احنا عايزين س، هقول له من هنا س هتساوي، اقسم ده كله على 3، ما احنا قلنا هنجيب أ ناقص 2 ب وبعد كده نقسمه على 3. اقسم يا باشا كل العناصر على 3، هيبقى سالب 1 سالب 1 2 سالب 1. اذا هي دي المصفوفة. نوع جديد وبيقول لي هنا المصفوفة دي ناقص المصفوفة دي بيساوي ايه؟ المستطيل ده يا جدعان، حد فاكر المستطيل ده خدناه الحصة اللي فاتت كان بيقول ايه؟ دي المصفوفة الصفرية اللي كل عناصرها بصفر. طب يعني ايه اصلا ان المصفوفة دي ناقص المصفوفة دي بصفر؟ معناه ان المصفوفة دي بتساوي المصفوفة دي، 5 ناقص 5 بصفر، 10 ناقص 10 بصفر، دي بتساوي دي. يعني انا ممكن اشيل ده كله
واقول له ان هما بيساووا بعض. هو طالب ايه اصلا؟ بيقول لي عايز س وصاد. طب ما بسيطه خالص، ده زي الحصه اللي فاتت. س بتناظرها التلاته، وس زائد صاد بتناظرها الواحد. شيل السين دي حط تلاته، تطلع الصاد بتساوي 1 ناقص 3 سالب 2. وجبنا له يا باشا السين والصاد اللي هو طالبهم. والله الموضوع بسيط خالص. المره دي بقى ما جابليش مصفوفه الف وب وهات الاثنين الف واثنين ب والكلام ده خالص. ده بيقول لي ايه؟ المصفوفه دي ومضروبه في الاول في 2 بتساوي المصفوفه دي مضروبه في 3 ناقص المصفوفه دي مضروبه في 4. اوجد قيمه كل من الف وب وج ود. فانا قبل ما ابدا كده تعالى ايه ادخل الاثنين دي جوه. يبقى المصفوفه الاولانيه 2 الف و2 في 3 ب 6 و2 في 6 ب 12 و2 ب هتساوي 3 في دي 3 الف ودي 3 د ودي 3 ج ودي سالب 6 ناقص اضرب لي الاربعه جوه تبقى 4 ج ودي 12 ودي 0 ودي 4 الف. طب ما تيجي يا باشا ايه تبسط لي الاثنين دول برضو. ادي 2 الف و6 12 2 ب. الاثنين بتاعتي بتطلع شبه الثمانية مش عارف فيها والله يا جدعان. 3 الف ناقص 4 ج حطها زي ما هي ولا يشغلك. ايه تاني؟ 3 د ناقص 12 3 ج ناقص 0 يعني 3 ج سالب 6 ناقص 4 الف حطها زي ما هي. من هنا انا اقدر اطلع ايه؟ انا اقدر اقول له في جنب هنا كده 3 ج هي الوحيده اللي لوحدها من غير اي حاجه بتساوي 12. من هنا اقدر اقول له ان الجيم 12 على 3 فيها الاربعه. ادي اول واحده جبناها. روح شوف لي كده علاقه فيها الجيم دي معاها مجهول تاني واحد. ايه العلاقه؟ العلاقه ادي 2 الف بتساوي 3 الف ناقص 4 ج. ادي 2 الف هتساوي 3 الف ناقص 4 ج بكام؟ 4. وادي ده الناحيه دي وهات ال 2 الف الناحيه دي. 3 الف ناقص 2 الف يعني الف هتساوي 4 في 4 ب 16. مش بسالب 16 يا ولد، هي سالب 4 في 4 على بعضها. لما تروح هناك تبقى بموجب 16. جبنا الالف. ايه اللي ناقصنا تاني؟ ناقصنا الب والدال. تعال نجيب الب من العلاقه دي. الاتنين ب هتساوي سالب 6 ناقص 4 في الف اللي هي بكام؟ ب 16. تطلع من هنا يا باشا سالب 6 في سالب 4 في 16 ب 64 يعني 2 ب هتساوي سالب 70. من هنا اقدر اقول له ان الب ب 35. ادي يا باشا التالتة. ناقص لنا الدال، ما عندناش حاجه خالص غير دي. 3 د ناقص 12 بيساوي 6 كانت لوحدها اصلا يعني 3 د هتساوي 18. من هنا اقدر اقول له ان الدال ب6. كده يا باشا جبنا له الدال والب والالف والجيم وجبنا له كل اللي هو عايزه. بيقول لك يا باشا دي مصفوفه الف ومصفوفه ب وبيقول لك اثبت ان الف زائد ب الكل مدور بيساوي الف مدور زائد ب مدور. يعني ايه الكلام؟ تعالى يا باشا ادور له المصفوفات وبعد كده نتكلم. مدور بتساوي ايه؟ سالب 3 1 2 5 وب مدور هتساوي كام؟ 2 4 سالب 1 3. هو عايز ايه؟ الف مدور زائد ب مدور. هات له يا باشا الف مدور زائد ب مدور. سالب 3 زائد 2 بسالب 1. 2 زائد سالب 1 ب1. 1 زائد 4 ب5 و3 زائد 5 ب8. دي الف مدور زائد ب مدور. هو عايز ايه تاني؟ عايز الف زائد ب كلهم مدور. هات له الف زائد ب الاول الاصليه من فوق. سالب 3 و2 سالب 1 1 و4 5. 2 زائد سالب 1 ب1. 5 و3 8. دور لي دي يا باشا كده. الف زائد ب الكل مدور. يلا يا باشا سالب 1 و5 1 و8. بص كده على دي ودي توأم اخوات ولا مش اخوات؟ يلا هتقول له اذا اهو الف زائد ب الكل مدور بيساوي الف مدور زائد ب مدور. ما تخليش حد يتنطط عليك. يلا قبل ما نكمل بقى يا سيدي في شويه حاجات لازم تبقى عارفها عن خواص الجمع والطرح. فاكر كنا تقريبا في ابتدائي بنقول ان الجمع ابدالي وفي حاجه اسمها الانغلاق والمعكوس الجمعي والمحايد الجمعي الكلام ده تعال نبص عليه هنا ايه واعرفه في المصفوفات.
بيقول لك يا سيدي الانغلاق عند جمع مصفوفتين على نظم معين فان الناتج يكون على نفس النظم. يعني ايه؟ لو انا عندي مصفوفه الف دي 2 في 2 زائد مصفوفه ب لازم تجيب 2 في 2. احنا لو مش على نفس النظم مش هيتجمعوا اصلا، هيطلع لك الناتج في الاخر المصفوفه ج. النظم بتاعه كام؟ لازم يكون 2 في 2. طب لو الاصل 3 في 3 الناتج النهائي هيكون 3 في 3. احمد وزد احمد الناتج النهائي هيكون احمد وزد احمد. قال لك كمان في حاجه اسمها الابدال، الف زائد ب هي هياها ب زائد الف. يعني لو بدلت المصفوفتين وانت بتجمع ولا حد هيقول لك اي حاجه وانت كلامك كله في السليم. تالت حاجه يا سيدي الدمج، الف زائد ب زائد ج تعرف تاخد اول مصفوفتين تجمعهم مع بعض وبعد كده تبقى تجمعهم على المصفوفه الثالثه، او اخر مصفوفتين مع بعض وتجمعهم على المصفوفه الاولانيه براحتك يا باشا. ايه تاني؟ المعكوس الجمعي، يعني المصفوفه ليها معكوس جمعي اللي هو اسمه ايه؟ اسمه سالب الف. لو هي المصفوفه الف يبقى اسمه سالب الف، وليكن مثلا مصفوفه 1 2 3 4 وبندي مثال وخلاص. المعكوس الجمعي بتاعها عشان يخلينا صفر في الاخر سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4، دول مجموعهم مع بعض يدينا صفر. طب ايه المحايد الجمعي؟ المصفوفه الصفريه. يعني انا لو زودت على المصفوفه الف زائد المصفوفه الصفريه دي هيبقى الناتج في النهايه اللي هيها نفسها المصفوفه الف. قال لك بقى يا سيدي في حاجه اسمها المصفوفه المتماثله والمصفوفه شبه المتماثله. المصفوفه المتماثله وشبه المتماثله دي قال لك بيفرق ما بينهم حاجه واحده بس هي اللي بيترتب عليها كل الفروقات التانيه. الف بتساوي الف مدور، يعني المصفوفه دي لما ادورها هتديني نفس المصفوفه. يعني ايه؟ يعني لو انا بقول له هنا الف مدور هتساوي الصف ده خليه عمود 1 4 5، الصف ده خليه العمود الثاني 4 2 سالب 7، الصف ده خليه العمود الثالث 5 سالب 7 3. بص كده على المصفوفه دي والمصفوفه اللي فوقها نفس المصفوفتين تيبيكال. يعني اقدر استنتج من هنا ايه؟ ان الف زائد الف مدور بتساوي 2 الف. تعال نستنتج حاجه كمان، ان عندك ده القطر الرئيسي فوقه زي تحته. يعني ايه؟ 4 5 سالب 7 4 5 سالب 7 ما اتغيرش. فلما يجي مثلا في مساله ويجيب لك عنصر من دول مش موجود ويقول لك المصفوفه دي متماثله، هتعمل ايه؟ هتبص على العنصر اللي قصاده بس بالورب. الاربعه بص كده، هتبص كده في الاتجاه ده، الأربعة رايحة للأربعة، الخمسة عند الخمسة اللي في الناحية التانية، السالب 7 عند السالب 7. هو القطر الرئيسي زي ما هو مهما دورت في المصفوفة هو القطر الرئيسي. طب ايه بقى المصفوفة شبه المتماثلة دي؟ قال لك ألف بيساوي سالب ألف مدور. تعالى دور لي المصفوفة دي، هات لي كده ألف مدور هيساوي الصف الأولاني خليه عمود 0 2 سالب 3، الصف اللي بعده سالب 2 0 4، الصف اللي بعده 3 سالب 4 0. ايه اللي حصل؟ صفر زي ما هو صفر، الاتنين بقت سالب 2، السالب 3 بقت 3، الأربعة بقت سالب 4، السالب 2 بقت موجب 2، التلاتة بقت سالب 3، سالب 4 بقت 4. لا 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 لا، ده بيعمل ايه في المصفوفة دي؟ ده خلاها لي كأني ضربتها في سالب 1. طب ما تيجي تبص كده برضه على القطر الرئيسي اللي في المصفوفة شبه المتماثلة لازم يكون صفر. القطر الرئيسي لو مش صفر ما تبقاش مصفوفة شبه متماثلة. خليك عارف النقطة دي ان القطر الرئيسي ده اهو بصفر في المصفوفة شبه المتماثلة. طب ايه تاني؟ فوق القطر الرئيسي بيساوي سالب ما تحت القطر الرئيسي. يعني ايه؟ نفس الموضوع، احنا بنبص بالورب من هنا، السالب 2 بقت 2، والتلاتة اللي هي اللي على الراس هنا بقت سالب 3، والسالب 4 بقت موجب 4. إذا لو أنا جيت قلت ألف زائد ألف مدور، حد شاطر يقول لي كده بسرعة بتساوي كام؟ يلا فكر. 1 2 3. يا أنت لسه بتفكر يا ابني؟ أنت ألف بتساوي سالب ألف مدور، يبقى مجموعهم كام؟ المصفوفة الصفرية، لأن ده معكوس جمعي للآخر. ما هو بص على كل عنصر، الاثنين يا ابني سالب 2 والسالب 3 3، السالب 4 الاربعه سالب 4 والثلاثه سالب 3، كل حاجه عكس بعضها يا ابني. مفيش حاجه زي بعضها غير القطر الرئيسي، هو كده كده اصفار فمش فارق لي. ركز يا ابني وصح واعرف المعلومات المهمه دي عشان ممكن تجيلك في اختياري. تعال ناخد لنا بقى كام مساله على موضوع ايه؟ المصفوفه المتماثله وشبه المتماثله دي. بيقول لي المصفوفه دي ومديني فيها ايه؟ مجهول هنا س وهنا س زائد 2 ص مجهول. بيقول لي ان المصفوفه دي مصفوفه متماثله، اوجد قيمه س وص. يعني ايه متماثله؟ خد يا باشا ايه؟
القطر الرئيسي واللي فوق بيساوي اللي تحت. يعني الاتنين س دي خد يلا يا باشا ايه بالورب، 2 س هتروح على السالب 4، والسين زائد 2 ص هتروح على فين؟ على 8. يبقى 2 س مش عارف الاتنين برضو بتطلع 8 ليه؟ 2 س بيساوي سالب 4، يبقى السين بسالب 2. س زائد 2 ص هتساوي 8. حط يا باشا السين دي بسالب 2، يبقى سالب 2 زائد 2 ص هيساوي 8. ودي السالب 2 دي بإشارة مخالفة الناحية التانية تبقى موجب 2، يبقى الصاد دي 10 على 2 يعني 5. جبت له الصاد وجبت له السين. والله المسائل دي سهلة يا ابني وهتلم بقى درجات. المسألة دي برضه على نفس النظام، اداني مصفوفة فيها السين والصاد والعين مجاهيل، وقال لي اوجد قيمة س وصاد وعين التي تجعل المصفوفة شبه متماثلة. يعني ايه شبه متماثلة؟ خلاص يا باشا ده ايه؟ القطر الرئيسي اللي فوق سالب اللي تحت، يعني سالب 2 س هتساوي سالب عين زائد 2. ايه تاني؟ السالب 5 هتساوي سالب 3 ص زائد س. ايه تاني؟ التلاتة عين هتساوي سالب 6. من هنا نجيب العين على طول، اول واحدة نقدر نجيبها هتساوي سالب 6 على 3 بسالب 2. خد العين دي واطلع هنا على طول، تطلع هنا سالب 2 س بيساوي سالب، خد بالك يا ابني دي 6 مش 2، احنا ناقلينها غلط، دي 6 مش 2، لو 2 كانت طلعتها بصفر، بس المسألة بتاعتنا ب6. سالب 2 زائد 6 يبقى سالب 2 س هتساوي سالب 2 و6 موجب 4 في سالب في السالب اللي بره تبقى سالب 4، يطلع السين من هنا ب2. خد الاتنين دي على طول في الحتة دي على طول ايه وعوض لي وهات لي على طول الناتج. السالب 5 بيساوي سالب 3 ص سالب 2، يبقى ال3 ص هتساوي ودي ال5 هنا بعكس الإشارة تطلع دي ب3، يطلع من هنا الصاد ب1. السبورة فعكشت منك معلش يا باشا، انا علمت لك عليهم اهو بالاحمر، العين والسين والصاد. تعال نشوف المسألة اللي قبل الأخيرة ونوع جديد من المسائل. بيقول لي اكتب جميع عناصر المصفوفة ألف اللي بتساوي ألف صاد عين. إيه ألف صاد عين دي؟ ألف صاد عين ده يا ريس بيمثل لك بيقول لك العناصر اللي جوه المصفوفة دي، ده الصف وده العمود. قال لك أحمد ومحمد علي وحسين مش فارقة، هو ده الصف وده العمود. حيث صاد بيساوي 1 و2 وعين بيساوي 1 و2. يعني ايه برضه النقطة دي؟ يعني من الآخر المصفوفة دي فيها صفين وفيها عمودين، يعني ممكن تعوض عن الصاد والعين دي بواحد أو 2. فبيقول لك اكتب جميع عناصر المصفوفة ألف. هقول له يا باشا زي ما خدنا في الحصة اللي فاتت، مش هي كلها ألف والمصفوفة قال 2 في 2، يبقى العنصر الأولاني ألف 1 1 ألف 1 2 ألف 2 1 ألف 2 2. هو ده الحل يا مستر؟ هو ده الحل بعد كل الحرب؟ هو ده الحل. وممكن تيجي لك مساله زي دي وتقعد قدامها ساعه وانت مش فاهم. انا اول مره اخد الكلام ده، الشكل ده ما عداش عليا، ما دقتوش، ما عداش على طرف لساني حتى قبل كده. هو ده الحل يا باشا، والموضوع فيها ابسط من البساطه. اخر مساله معانا النهارده وبيقول لي اذا كانت الف بيساوي الف س ص. خلاص يا باشا عرفنا يا باشا ان ده الصف وده العمود وخلاص، احنا بقينا ناس فايقه. حيث س وصاد تنتمي للمجموعه 1 و2 و3. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المصفوفه 3 في 3. السين دي الصفوف وصاد الاعمده، 3 صفوف و3 أعمدة. هو بيقول لي اكتب المصفوفة ألف حيث مدينا شرط مهم. ألف العنصر ألف س ص ده هيساوي ص ناقص س. يعني ايه؟ تعالى افهمك. مش احنا يا باشا دي كلها ألف، خلاص كلها ألف. تعالى رتبهم كده، 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. لو من غير السطر ده اهو كنت انت جبت الدرجه النهائيه بتاع المساله دي. طب هو بيقول لي ايه؟ العنصر اي عنصر الف س ص ده اي عنصر جوه المصفوفه هيساوي ص ناقص س. يعني ايه ص ناقص س؟ يعني ده اهو ناقص الرقم ده اهو. يعني ايه؟ هقول له المصفوفه اصلا بقى هتساوي الف 1 1 هنقول 1 ناقص 1. ده كده العنصر رقم 1. طب العنصر الثاني 2 ناقص 1. العنصر الثالث 3 ناقص 1. وهو صاد ناقص س. الرقم اللي في الرتبة الثانية ناقص الرقم اللي في الرتبة الأولانية. طب الصف اللي بعده اللي هو ألف 2 1 هيبقى 1 ناقص 2.
ها اللي بعده 2 ناقص 2. اللي بعده 3 ناقص 2. ايه تاني؟ الاخير 1 ناقص 3. ما هي صاد ناقص س يا ولا. 2 ناقص 3. 3 ناقص 3. عايزين نفور الموضوع ده. 1 ناقص 1 ده بايه؟ بصفر يا هندسة. اول عنصر. 2 ناقص 1 بواحد. 3 ناقص 1 ب2. 1 ناقص 2 بسالب 1. 2 ناقص 2 بصفر. 3 ناقص 2 بواحد. 1 ناقص 3 بسالب 2. 2 ناقص 3 بسالب 1. 3 ناقص 3 بصفر. وتبقى انت كده جبت الدرجة النهائية. لما تيجي اقول لك على حاجة كده ايه ملاحظة المفروض انت لقطتها هنا. مش ده القطر الرئيسي؟ بص كده على اللي فوق وعلى اللي تحت. مالهم يا هندسة؟ ما هو ده هو نفسه ده بس بالسالب. اذا المصفوفة اللي نتجت ده اسمها ايه؟ مصفوفة شبه متماثلة. دي معلومة ليك انت ولا مش في المسألة. انت خلاص انت جبت دي انت حليت يا ولا. انت جبت دي انت حليت، انما دي معلومة ليك لازم تكون عارفها. يبقى فهمنا الحتة دي. أ س ص اداني شرط ان اي عنصر هيساوي الرتبة الثانية ناقص الرتبة الأولانية. جبنا له المصفوفة بتاعتنا وعوضنا له على الشرط اللي هو عايزه وجبنا له المصفوفة. ده مثال ممكن يجي لك في اي مساله، فلازم تكون مراجعه كويس وحافظه. وبكده نكون خلصنا محتوى شهر فبراير في فرع الجبر بس. ركز معايا واعتمد على الله ثم على نفسك ثم عليا، وان شاء الله هتقفل ماده الرياضه دي في الترم الثاني ومش هتبقى عندك اي مشكله فيها. كل اللي طالبه منك دلوقتي تشير الحصه لكل زمايلك عشان تعرف غيرك بالخير اللي احنا بنعمله. واستنى ان شاء الله الحصه الجايه. وما تنساش تدخل الشانل الواتساب وكوميونتي الواتساب وتستنى الحصه الجايه وتعمل سبسكرايب وشير ولايك وكل اللي انت عايز تعمله في القناه اعمله. اشوفكم ان شاء الله الحصه الجايه على خير. السلام عليكم.